لو طفلك بيتمادى، غالباً انت اللي دربتيه على كده من غير قصد. ليه بيعيط أكتر لما تقوليله لأ علشان مرة واحدة بس نجحت معاه؟ ليه بيزن لحد ما تاخدي القرار لأنه متأكد إنك هتغيري قرارك في الآخر؟ السؤال الأخطر: إمتى آخر مرة استسلمتي؟ في عيادة نفسية، طفل 4 سنين كان بيصرخ في المول. الأم تقول ما بيسكتش غير لما أجيب له اللي عايزه. طب مين علمه إن الصراخ بيجيب نتيجة؟ الموقف مش هو. هل الطفل عنيد بطبعه؟ لا. هل اتعلم العناد؟ أيوة. إزاي؟ بلحظة ضعف واحدة منك. كل مرة تستسلمي بعد صراخ انت بتقوليله كمل، انت كده صح. طب الحل ايه؟ هل أعاقبه؟ لا. أطنشه؟ مش دايما. أعمل ايه؟ اثبتي مرة واتنين وتلاتة. كافئي الهدوء فوراً، وارفضي بعد الصراخ حتى لو تعبتي. تقدري تتحملي 3 دقايق صراخ بدل 3 سنين عناد؟ الطفل مش بيختبر حدودك، هو بيختبر إمتى هتنهاري. إيه السلوك اللي حاسة إنك قويتيه من غير قصد؟ اكتبيه وهقولك تعالجيه إزاي.